يا صباح الفل والرضا والنور عليكم جميعا. ازيكم يا حبيبات قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال وانتوا بتشوفوا الفيديو ده. يوم جديد وروتين جديد مليان طاقة ونشاط. اول حاجة ببدأ بها يومي هي الغسيل. الم الهدوم واحطها في الغسالة واشغلها عشان تحسي ان اليوم بدأ ينجز من بدري وتكسري كسل الصبح. اول ما دورة الغسيل تخلص على طول بطلع الهدوم وهي لسه ريحتها كده معطرة ونظيفة. النظافة دي بتفتح النفس بجد. وعلى البلكونة فورا ننشر الغسيل في الشمس. أصل بصراحة ما فيش أجمل من منظر الهدوم وهي منشورة في الهواء والشمس، يعني إحساس براحة نفسية مش طبيعية. وعلى بقى الغسيل ما ينشف براحته نرجع بقى للمهمة التانية اللي مستنيانا، وهي الغسيل المغسول اللي كان على السرير. أطبق الهدوم وأرجع كل حاجة مكانها في الدولاب. أهم حاجة عشان البيت يفضل مرتب إن الحاجة اللي تطلع ترجع مكانها أول بأول. وتطبيق الغسيل ده بالذات بالنسبة لي بيبقى يعني زي جلسة تعديل مزاج كده. أصلا لما تطلعي الهدوم، لما تلمي الهدوم وتطبقها على طول وترصي كل حاجة في الدولاب صح، بتحس إن الدنيا كلها منظمة جوه وبره وبتحس كده بالإنجاز. وكمان بحب أرتب الهدوم يعني حسب الاستخدام، عشان يعني وقت الاستعجال كل حاجة تكون قدام إيدي ومتاحة. شوية تعب صغيرين بس الراحة النفسية اللي بعدها بجد تسوى الدنيا. نيجي بقى للخطوة الكبيرة اللي كنت شايلة همها. غسلت بطاطين الأطفال ومسحت شنطة التخزين كويس جدا عشان تفضل نظيفة وريحتها حلوة. طبعا كان فيها تراب وكده عشان كانت مركونة. ودلوقتي بجهز البطاطين عشان أحطها في الشنطة وعينها للشتاء الجاي على خير يا رب. اللهم بلغنا أيام الشتاء وكلنا في أفضل حال يا رب. شوفوا موضوع تخزين البطاطين ده بالذات يعني له أصول عشان تفتح الشنطة الموسم الجاي إن شاء الله وتلاقي البطاطين ريحتها حلوة وكأنها لسه مغسولة حالا. أول حاجة لازم تتأكدي إن البطاطين ناشفة 100%، مفيش فيها أي نسبة رطوبة من الغسيل، لأن لو اتخزنت وهي فيها رطوبة بسيطة بتعمل ريحة مش لطيفة وبتكمكم. تاني حاجة مسح الشنطة نفسها وتعقيمها بفوطة مبلولة كده، نقطة معطر أو ديتول، وبعد كده تنشفها كويس جدا. خطوة أساسية عشان نضمن مفيش اي اتربة او غبار يوصل للهدوم او البطاطين النظيفة. في فكرة حلوة كمان جربوها، حطوا جوه الشنطة مع البطاطين صابونة معطرة بريحة اللافندر او الفل. في صابون صغير كده معطر او كيس صغير فيه مسك بدي ريحة ثبات رهيبة بتفضل ماسكة في البطاطين طول شهور الصيف. وبكده نكون ارتحنا من هم البطاطين، سواء بطاطين الاطفال او البطاطين الكبيرة وتخزينها. وربنا يجعل بيوتنا دايما عامرة بالدفء والستر ويبلغنا الشتاء اللي جاي واحنا واولادنا في احسن حال يا رب. ودلوقتي بقى المحطة الأخيرة والأساسية لكل ست بيت، المطبخ. دخلت على المواعين، أعيد ترتيب الرخامة كده وألم كده حواليا الدنيا وأغسل المواعين عشان المطبخ يرجع يبرق ويفتح النفس للطبخ. وبكده نكون خلصنا جزء كبير من روتيننا النهاردة. عارفين يا بنات، في حاجة كده اكتشفتها قريب وغيرت تفكيري تماما. كنت بسمع كلام عن البكور والصحيان بدري، وعن ازاي ان الخطوة البسيطة دي ممكن تكون بداية الشفاء من اي خنقة او اكتئاب او اي احساس بالتقل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. يعني ايه؟ يعني وقت الفجر والصباح الباكر ده فيه ايه؟ فيه شحنة بركة وطاقة إيجابية متوزعة على الأرض. لما بتصحي في الوقت ده بتحس انك يعني ايه؟ بتستلمي نصيبك من السكينة والرزق قبل ما الزحمة والدوشة يبدأوا. النفسية بتهدى جدا لما تلاقي نفسك يعني سبقت اليوم وعملت حاجتك في الوقت ده. الصحيان بدري مش مجرد انك تقومي تعملي شغلك، ده وقت بترممي فيه روحك وبتتنفسي فيه بهدوء، والكركبة اللي جوه دماغك دي بتبدأ تترتب لوحدها خطوة بخطوة كل يوم. جربوا بس تظبطوا منبهكم بدري بدري ساعة واحدة وتشوفوا ازاي اليوم كله هيتغير وتلاقوا بركة، وهتلاقي بركة في صحتك ووقتك. قولوا لي بقى في التعليقات مين فيكم من الكائنات الليلية اللي بتسهر، ومين بتعشق هدوء الصبحية والبركة بتاعته. انتم متخيلين ان اللي دعا لينا يعني دي دعوة مستجابة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي دعا لأمته بالبكور، يعني دعا لهم في الوقت ده اللهم بارك، دعا لنا بالبركة في البكور، اللهم بارك لأمتي في بكورها. متخيلين الرسول صلى الله عليه وسلم لما يدعي لأمته بالدعاء ده أكيد الدعاء مستجاب. يعني ده وقت توزيع الأرزاق، وقت كل حاجة حلوة. قومي خدي نصيبك من توزيع الأرزاق، قومي كوني حاضرة في الوقت ده.
وعلى فكرة الموضوع مش بس عشان نخلص شغل البيت بدري، الفكرة ان وقت الصبح ده بيدي لربة البيت طاقة تواصل اهدى بكتير مع ولادها. لما تصحي قبلهم وتاخدي كفايتك من الهدوء وفنجان القهوة او الشاي، بتستقبلي يومك بصدر رحب بدون توتر او عصبية. البركة دي بنحسها في كل حاجة، في صحتنا، في إنجازنا، وحتى في هدوء أعصابنا طول اليوم. سبحان الله، البكور فعلا دواء وتغيير لمود الحياة كلها. جربوا تبدأوا يومكم بدري ولو بنص ساعة بس، وشوفوا ازاي السكينة هتدخل بيوتكم وقلوبكم. ربنا يجعل أيامنا وأيامكم كلها بركة وراحة بال يا رب. مش مطلوب منك تقومي بمهمات كبيرة أو إنجازات عظيمة الصبح بدري. المطلوب منك إن انت بس تقومي وتكوني حاضرة. شاركوني رأيكم في التعليقات، مين بتحب هدوء وسكينة الصبح كده، ومين من أصحاب السهر. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك عشان تشجعوني، وأشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.